نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها صلاح الدين حسين، والبدء بالعناوين. إريتريا تشارك في مؤتمر إقليمي حول مكافحة الإرهاب. انخفاض ظاهرة الأمراض التي تصيب الحيوانات في قرورة. مبادرات لإعالة أسر الشهداء في مصوع. واشنطن تريد تشكيل تحالف عسكري لحماية الملاحة. قتلى في هجوم بالمورتار في شمال العراق. دمار وخراب في إسبانيا بسبب الفيضانات. أهلا بكم مشاهدينا. تشارك إريتريا في المنتدى الأفريقي الذي تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي لمكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الذي يشكل أرضية للإرهاب. وتشارك البلاد في المنتدى الإقليمي الذي ينعقد في 10 و11 من يوليو الجاري بوفد يترأسه السفير بيان رؤسهم. ويهدف المنتدى إلى رفع الفهم حول القلق الذي يواجه الدول الأفريقية نتيجة الإرهاب ومخاطره، وتبادل التجارب المكتسبة، والبحث عن آليات تجعل التنسيق بين الدول ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسساتها فعالة. وألقى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتريش كلمة في الافتتاح ذكر فيها أهمية التنسيق بين الدول لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي يشكل بيئة مناسبة للإرهاب، مما يتطلب فهما حول هذه الظاهرة التي خلقت أو ولدت قلقا كبيرا. وقدم السفير بين رؤوسهم توضيحا في المؤتمر عن تجربة إريتريا في مكافحة الإرهاب وتعاون إريتريا مع دول المنطقة للحيلولة لمنع الإرهاب من إيجاد موطئ قدم في المنطقة. وعلم بأنه سيجري مؤتمر مماثل في شهر يونيو عام 2020 ينظم على مستوى الأمم المتحدة. ويقول المحللون بأن الإرهاب أصبح ذريعة للتدخل الخارجي وإقامة القواعد العسكرية في القارة الأفريقية بصفة خاصة، ويجب في مثل هذه المؤتمرات بحث هذه الظاهرة جيدا والتعرف على مسبباتها وانعكاساتها. تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع شركائها ببذل جهود حثيثة لتطعيم الماشية في إقليم شمال البحر الأحمر، وخاصة في مديرية قرورة، مما أدى إلى انخفاض نسبة الأمراض. وأوضح مسؤول الرعاية البيطرية في قسم الأراضي والزراعة بالمديرية السيد صالح عمر بأن حملات التطعيم التي جرت في مراعي وسهول أم هميمة لأكثر من 80% من المواشي شملت التطعيم ضد مختلف الأمراض، مما يلعب دورا كبيرا في ضمان سلامتها ووفرة إنتاجها. ذكر السيد صالح المزارعين بتطعيم ماشيتهم في الوقت المناسب والإبلاغ الفوري في حال ظهور أمراض أخرى، ويهدف التطعيم إلى السيطرة على الأمراض التي تصيب المواشي في موسمي الخريف والحصاد، مناشدا إياهم للمساهمة الفاعلة لتحقيق ذلك الهدف. وفيما يتعلق بالأنشطة الزراعية، أشار السيد صالح عمر إلى زراعة أكثر من 100 هكتار خلال موسم الخريف الشتوي الماضي، وقد أنتج 40 هكتارا منها إنتاجا وفيرا، داعيا لصيانة قناة ملعيت التحويلية التي أصبحت خارج الخدمة منذ فترة طويلة. اتخذ عمال مصانع مشتقات البلاستيك والعلب والبلاستيك المقوى وعمال هيئة الملاحة البحرية في مصوع اتخذوا مبادرة لإعالة أسر الشهداء. وقرر عمال مصنع مشتقات البلاستيك ومصنع العلب والبلاستيك المقوى بمصوع إعالة 3 أسر شهداء في اجتماع عقدوه في 9 من يوليو الجاري. وأوضح مدير مصنع إريتريا لمشتقات البلاستيك السيد محاري سجيد ومسؤول الإدارة والمالية في مصنع العلب والبلاستيك المقوى السيد دانيال رؤسهم أن مبادرة العمال تعكس قيم التعاون والتكافل لدى الشعب الإريتري. وكان عمال هيئة الملاحة البحرية قد قاموا بمبادرة مماثلة في اجتماع عقدوه يوم 4 من يوليو الجاري. وقال مدير الهيئة سيد فريم مكنن أن إعالة أسر الشهداء مسؤولية جميع المواطنين، معربا عن الارتياح والفخر لكونهم جزء من هذا العمل النبيل.
أعلن مكتب التعليم في مديرية عرزة تحقيق نتائج مرضية من الأنشطة المنفذة في العام الدراسي 2018-2019 للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب في جميع المراحل الدراسية. وبحث الاجتماع نتائج الطلاب وحفظ سجلات المدارس والتخطيط السنوي ودور المعلم في تنفيذه. وأشار التقرير المقدم إلى نتائج الطلاب في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية وارتفاع مشاركة الطالبات في التعليم مقارنة مع السنة الماضية. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ تسفاهي وتولد قرقيش في التقرير الذي قدمه نجاح أكثر من 79% من الطلاب في جميع المراحل للعام الدراسي 2018-2019 من بين 20,000 طالب، والمساهمة الفاعلة للعلاقة الثلاثية لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين في إحراز هذه النتيجة. ودعا مدير مديرية عرزة سيد رؤوسهم كفل مريم المعلمين ومدراء المدارس لتحمل المسؤولية جيدا للدفع للعملية التعليمية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كداني الاستثمار الكبير الذي تقوم به الحكومة في مجال التعليم، مشيرا إلى أن الدعم الشعبي للمعلمين يعكس الوعي المتنامي، مناشدا جميع المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية للعمل المنسق لتعزيز الوعي الأكاديمي وتحسين إدارة المدارس. وتوجد في مديرية عرزة 27 مدرسة ابتدائية و7 متوسطة وثانويتين في 22 ضاحية بالمديرية. يقوم سكان منطقة ابن طليم في مديرية دباروا بصيانة طريق بطوله 8 كيلومترات جرفته السيول وأراضٍ زراعية تعرضت للإنجراف. وأشار المدير التنفيذي لضحية عدي طليم السيد مانيح دوغو إلى مشاركة أكثر من 400 شخص في النفير بشكل يومي، وناشد السكان الحكومة لتقديم دعم يساعد في إنجاح الأنشطة التي يقومون بها لمكافحة إنجراف الأراضي الزراعية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية عن سعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عسكري دولي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية قبالة سواحل إيران واليمن. وقال الجنرال جوزيف دانفورد أن الولايات المتحدة تأمل في إيجاد دول صديقة لديها الإرادة السياسية لإنشاء فريق عمل خلال الأسبوعين المقبلين، وأضاف أن القوى المقترحة سيكون لها دور فعال في ضمان حرية الملاحة في طرق التجارة الحيوية. وشهد الشهر الماضي استهداف ناقلات نفط في منطقة الخليج، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في استهدافها وتهديد الملاحة في مضيق هرمز، لكن طهران نفت مسؤوليتها عن الهجمات. وبموجب الخطة العسكرية الأمريكية الجديدة فإن واشنطن ستوفر سفن القيادة وجهود المراقبة للتحالف العسكري، وسيقوم الحلفاء بدوريات حراسة بالقرب من سفن القيادة الأمريكية ومرافقة السفن التجارية التي تحمل أعلامهم وفقا لوكالة رويترز. وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة يوم الثلاثاء وقال إن القواعد الأمريكية في المنطقة وحاملات الطائرات في الخليج تقع في مدى الصواريخ الإيرانية. قال مسؤولون بالشرطة العراقية ومصادر في مستشفى أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 4 عندما سقطت 3 قذائف مورتار على بلدة الشرقاط بشمال العراق. وقال مسؤولو الشرطة في المنطقة أن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد شاركت في الهجوم، وأضافوا أن قذائف المورتار أطلقت من منطقة جبلية قريبة لا يزال ينشط المتشددون فيها. وشن التنظيم مؤخرا سلسلة هجمات بأسلوب حرب العصابات يهدف لتقويض الحكومة. وأعلن العراق في ديسمبر كانون الأول 2017 النصر على التنظيم المتشدد الذي كان يسيطر ذات يوم على مساحة شاسعة من البلاد، ولكن بعد هزيمته وطرد عناصره من المناطق التي سيطر عليها لسنوات لجأ التنظيم إلى أسلوب حرب العصابات.
تسببت الأمطار الغزيرة في إسبانيا في موجة من الفيضانات في نهر تيداكوس، حيث اقتحمت المياه الشوارع مسببة آثارا مدمرة في المنازل والممتلكات العامة والخاصة. كما أدت الأمطار إلى إغلاق الطرق وانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء مختلفة من البلاد. ولم تشر السلطات الإسبانية إلى عدد ضحايا أو مصابين جراء الفيضانات. باتت شركة بوينغ الأمريكية في طريقها إلى خسارة لقب أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، بعدما أعلنت انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها في النصف الأول من العام بنسبة 37% إلى 239 طائرة، بسبب وقف تشغيل طائراتها الأفضل، مبيعا 737 ماكس المستمر منذ فترة طويلة. وجاءت تسليمات طائرة بوينغ أقل من تلك التي سلمتها إيرباص، التي قالت اليوم أنها سلمت 389 طائرة في الفترة ذاتها بزيادة 28% على أساس سنوي. وتشير الأرقام إلى أن من المرجح أن يقل عدد الطائرات التي تسلمها بوينغ في العام بأكمله عن تلك التي تسلمها منافستها الأوروبية للمرة الأولى في 8 سنوات. وقبل أيام أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها اكتشفت أن مصدر خطر جديد محتمل في طائرات بوينغ 737 ماكس، في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربين زمنيا أوقعا 346 قتيلا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.